اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بجد عظمه، هيبهركم، فظيع. هتوفري وهتدبري وهتظبطي بيتك وهتفرحي ولادك باقل التكاليف. شايفين بجد؟ شايفين؟ قرمشه 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 وجمال. هقطع واحده معاكم اشوفها. بصوا، فظيع، حلو جدا. بانيه الشركات، البانيه بتاع بره الناجتس، هنعمله مع بعض في البيت باقل الاسعار وباقل التكاليف. شايفين احنا مفرزين قد ايه غير اللي احنا قليناه؟ كل ده بصدر وفرخه واحد بس. عملنا 35 قطعه، منهم عملنا اشكال قلوب، وعملنا اشكال مربعات، وعملنا اشكال اللي هي العادية خالص بتاع الشركات اللي بنشتريها من بره. تعملي في البيت حاجة مضمونة ونظيفة واقتصادية وكله على قد الايد. يلا بينا نشوف الوصفة، ولازم تمشي عليها بكل التكات والحركات للاخر عشان ما تبصي منك. تابعي الفيديو الاخر وشوفيه، وما تنسونيش بدعوة حلوة ولايك، وليه من اي مكان بتتابعيني. بحبكم وبموت فيكم. باي باي. استنوا، رايحين فين وهتمشي؟ ده احنا هنعمل مع بعض انبهار. معايا هتوفري اكيد. جبنا صدر فرخة كده، كان صغير شوية، قطعناه وفرمناه في الكبة. اتفرم كويس، وبعد ما فرمناه كنا مجهزين بصلاية حلوة كده، قطعناها وحطيناها تتفرم برضو في الكبة، وبطاطساية كنا سلقينها كويس. وعندي بقى ده بقى انبهار بقى بجد. ده بواقي الفينو بتاع المدرسة مع سارة. مش هترمي اي حاجة، كل حاجة عندك في البيت هتستخدميها. حطيته في الطبق وعليه شوية مية سخنة 10 دقايق بالظبط. بس انتي ايه، نزلي كل المية اللي فيه كويس كده، عشان مش عايزين في الوصفة دي اي سوائل. ونضربهم كلهم كده كويس جدا في الكبة لحد ما يبقوا ناعمين بقى خالص، ويوصلوا للقوام المظبوط بتاعنا، اللي هو ما يبقاش فيه اي تكتلات، يبقى ناعم خالص، عشان لما نيجي نشكله يتشكل معانا بكل سهولة. ونجيب بولة، ده بيبقى شكله بقى النهائي بتاعه، هو ده اللي احنا عايزين. هو بيبقى سايل كده كريمي. بنفضيه من الكبة في اي بولة عندك، وبنضيف له بقى شوية اضافات كده عشان تظبط القوام بتاعه في التشكيل. والتوابل بتاعته هنحطها مع بعض، بيبقى بجد احلى بكتير من الجاهز اللي بنجيبه توفير. وانتي عارفة انتي بتعملي ايه. بنحط فلفل اسود وبابريكا وملح وبصل بودر وتوم بودر، وده نشا وبقسماط. النشا والبقسماط دي بقى على حسب ما تلاقي العجينة في ايدك، يعني القوام بتاع الفراخ بتاعك والحاجات اللي احنا ضربناها في الكبة معاكي تظبط. انتي بتحطي لحد ما تعرفي تشكليها. ونبدأ نبقى مجهزين طبق فيه زيت ونشكل بقى. ده الشكل اللي احنا بنجيبه من بره بتاع الشركات، بيبقى عامل كده بالظبط. بيظبطوه كده وبيبقى عامل كده بالظبط. التشكيلة دي بقى بتاعتك انتي، عايزة تعمليه مربع، مستطيل، مدور، اي حاجة. انا كان عندي عملت الشكل ده، وكان عندي اشكال اللي هي بتاع تشكيل الكحك وجبتها. وبدأت ان انا اجيب كيس، وبدأت افرد عليه الخليط بتاعي. عايزاه تخين، عايزاها رفيعة، دي براحتك بقى انتي ودماغك. وتبدأي بقى تشكلي. عندك غطا ازازة، غطا علبة، غطا برطمان، عايزة تعمليه دواير براحتك. انا كان عندي ده قلوب ومربعات، بدأت اشكل فيه. واحلى ناجتس هتعملوه وهتدوه. العيال عندي اتبسطوا بيه جدا جدا، عايزين كل شوية ياكلوا منه. بجد ريحته وطعمه فظيع، عجبهم جدا. وبعد ما خلصت الكمية، شايفين كل الكمية اللي طلعت عندي دي بصدر فرخة واحد. مسكتها، حطيت لها، دخلتها فرستها شوية بتاع حوالي نص ساعة كده، مسكت نفسها. وبعدين جهزت بقى الخلطة بتاعتي دي: بيضة ولبن وفلفل اسمر ورشة ملح
والخليط بقسماط، ودي خلطة كريسبي بتتجاب من عند العطار، مش غالية على فكرة، ده رخيصة. كل الكم ده يمكن كنت جايباه ب5 جنيه يعني. انا ورحت بقى حاطه البقسماط على الفيجيتار، وبدأت احط في الخليط بتاع البيض واللبن، وبعدين انزل في الخلطة بتاع الفيجيتار والبقسماط لحد ما خلصت الكمية اللي عندي. وابدأ انزل بقى، اكون مسخنة زيت وانزل بقى اقليهم كده. وبجد بجد روعة، القرمشة والطعم والريحة، وموفر جدا جدا.